ازاي نعمل سينابون في البيت اطعم وانجح وبعجينه هشه وطريه جدا. انجح مليون مره من اللي احنا بنشتريه من بره باسعار مهوله. وهو بيتعمل في البيت بمنتهى البساطه بمكونات موجوده اكيد عندكم في البيت وسهله جدا جدا. وبيتعمل كمان في وقت سريع وما فيهوش اي تعقيدات خالص. ان شاء الله بعد ما تشوفوا الفيديو ده هتبقوا محترفين. كمان هنعمل الصوص الابيض اللي بيتحط على السينابون من غير بقى لا قشطه كتير ولا كريمه ولا اي حاجه خزعبليه غريبه. مكونات برضو عندنا في البيت. هنجيب بقى بوله او طبق هنعجن فيه ونحط كوبايه من الحليب الدافي. سعه الكوبايه 250 ملي. وهنحط نص كوبايه من السكر نفس الكوبايه ومعلقه كبيره من الخميره وهنقلب المكونات دي مع بعضها وسيبناها 5 دقايق. هنحط بيضه حجمها متوسط. ربع كوبايه من الزيت ومعلقه مليانه من السمنه البلدي. ممكن تستعملوا معلقه من الزبده او معلقه من اي نوع سمنه انتوا حابينها. معلقه صغيره من الفانيليا السايله او كيسين من الفانيليا البودره. هنقلب المكونات دي كده مع بعضها. بصوا مفيش ابسط من كده. هنجيب بنفس حجم الكوبايه 3 كوبايات من الدقيق ربع معلقه من الملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. المكونات عندنا هتاخد او العجينه بتاعتنا هتاخد 4 كوبايات من الدقيق. حطيت 3 بس في الاول. هقلبهم مع بعض كده كويس وبعد كده في مرحله قبل العجن على طول هحط الكوبايه الرابعه وهبدا اعجن. ما بتتعجنش العجينه خالص هي بس بتاخد كده شويه عجن بسيط جدا لمده 5 دقايق. بص اول ما يختفي الدقيق هنحط الكوبايه الرابعه. كل طبعا الدقيق لازم يتنخل كويس. وبعد كده هبدا اسيب الربع ديت على جنب ربع كوبايه على جنب بس طبعا العجينه هتاخد الاربع كوبايات بالظبط. علشان كده انا بقول لكم الكوبايه الرابعه دي احنا هننزل بيها بالتدريج. دايما ما تحطوش الدقيق كله في الاول علشان العجينه ما تبقاش يابسه منكم. وده الكلام ده بيمشي على اي نوع من انواع العجين اللي انا بعملها معاكم. بص العجينه بتلزق بسيط. اخدت الربع كوبايه الباقيه. هنبدا بقى دلوقتي نعجن 5 دقايق. زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي طريقة العجن سهلة وبسيطة جدا وما بتاخدش اي مجهود ولا اي وقت. طول ما احنا شغالين احنا بننظف الطبق بتاعنا علشان يبقى نضيف كده وشكله حلو ما يبقاش فيه اي نوع اي دقيق او اي حاجة من العجينة. فبننضفه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا العجينة بتتعجن بالشكل ده كده بطريقة سلسة مش محتاجة بقى ان احنا نعجن وقت طويل. هاخدها كده على الرخامة وهبدأ بس اعجنها لمدة دقيقة بس علشان الينها واخليها ناعمة. السطح بتاعها هيبقى ناعم. بصوا العجينة طرية ومش ملزقة ولا فيها اي حاجة خالص ولا يابسة. وبعد كده هنحطها بقى في الطبق بتاعنا اللي احنا عجننا فيه. بس هننزل معلقة صغيرة من الزيت وهندهن العجينة كمان من فوق بالزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هغطيها بقى ببلاستيك غذائي علشان اسيبها تختمر. بتاخد في الجو البرد ده ممكن 45 لحد ساعة. هنحضر الصوص الابيض البسيط جدا. هنجيب نص كوباية من السكر البودرة وقطعتين من الجبنة النستون اي نوع ونص كوباية من الحليب. وهنجيب معلقة كبيرة مليانة من الزبدة. بس كده هنخلط المكونات دي يا اما بالخلاط يا اما بالهاند بلندر. سبت العجينة متغطية في مكان دافي 45 دقيقة لحد ما ارتفعت معايا. بصوا هتبقى لينة وطرية. هاخدها كده اعجنها لمدة نص دقيقة بس. وبعد كده هبدأ افردها. هتشوفوا معايا دلوقتي ملمسها ناعم وجميلة جدا جدا وطرية قوي. هناخدها بقى من غير اي رشه دقيق ولا دهنه زيت ولا اي حاجه. هناخدها نفردها ويستحسن يبقى عندكم مفرش سيليكون او اي حاجه ما تلزقش فيه العجينه علشان لما تفردوها كده بسمك مثلا نص سنتي ما تلزقش في سطح العمل اللي انتوا شغالين عليه. انا فردتها كده 35 سنتي طول في عرض ممكن تبقى 15 مثلا او 16 سنتي. هاخدها دلوقتي انا مدوبه 3 معالق من الزبده. معالق يعني ممسوحه مش معالق مليانه. وهبدا دلوقتي احطها على سطح العجينه كلها. هجيب دلوقتي 3 معالق من السكر العادي خالص مش سكر بودره. معلقه كبيره من القرفه ومعلقتين كبار مليانين من الكاكاو. الكاكاو ده خام. وهقلب الحاجات البودرة دي مع بعضها علشان ارشها كده على سطح العجينة بتاعتي. لازم ترشها كده بالتساوي وحطوا بقى الكمية اللي انتوا عايزينها. انا بضغط عليها كده علشان تمتزج بالعجينة وكمان علشان افردها وتبقى شكل مستطيل كويس. بنحاول بايدينا الاتنين نساوي الرول بتاعنا ما يبقاش كده في حتة رفيعة وحتة تانية كده تكون تخينة. فالقطع ما تبقاش قد بعض لا زي ما انتوا شايفين كده الاسطوانة قد بعضها كلها الرول يعني واخد نفس الحجم. هنبدأ دلوقتي نقطعها. انا بحب اقطعها بالسكينه المشرشره عادي. في ناس بتقطعها بالخيط بيبقى بالنسبه لهم اسهل زي ما تحبي. قطعيها بقى كده بسمك يعني اتخن من الصباع بشويه وقطعيهم كلهم كده لحد الاخر.
زي ما انتم شايفين انا بنزل نازله واحده بس علشان ما تبقاش مشرشره كده منه وشكلها مش حلو. باقي الزبده المتبقيه عندي اللي كنت بدهن بيها العجينه، عندي معلقه كده دهنت بيها الصينيه بتاعتي. الصينيه دي مقاس 32 في مقاس مثلا 12، يعني اكبر صينيه من الصواني المستطيله. هحط بقى القطع كلها جنب بعض، مش هسيب مسافات، وهضغط على القطعه اللي تكون مرتفعه شويه، هضغط عليها ضغطه بسيطه. هغطي بقى الصينيه دي لحد ما تختمر معايا زي ما انتم شايفين كده، اختمار حلو جدا، يعني مده مثلا 40 45 دقيقه في مكان دافي. هشغل الفرن بتاعي اسخنه كويس على درجة 200 او اكتر، وهدخلها على درجة حرارة 190 او 200. بتاخد لون ذهبي من تحت كده، بديها لون ذهبي من فوق وبتطلع. ممكن تاخد معايا في الفرن ممكن لحد 20 دقيقة كده. وبعد كده هسيبها تبرد خالص قبل ما احط عليها الصوص اللي جهزناه مع بعض. هنحط بقى كل الصوص اللي عندنا. انا متأكدة لما تدوقوا طعم السينابون بتاعي مش هتشتروه ابدا من بره، ومش هتعملوا غير الطريقة بتاعتي دي، لانه هيعجبكم اكيد.